السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إبراهيم عيسى والشيخ الشعراوي مسلسل مش هينتهي من إبراهيم عيسى اللي هو الشيخ الشعراوي مسبب له صداع في راسه رغم انه ميت لي اكتر من 20 سنة. الشيخ الشعراوي مسبب الضغط كل حاجة مسببها لإبراهيم عيسى، لدرجة أنا متهيألي إبراهيم عيسى ديتي مع ينام يفكر في الشيخ الشعراوي، يعني أولويات تفكيره وأحلامه في الشيخ الشعراوي. ده أنت يا راجل لو معك، يعني لو ما تحارب على أرض خدوها منك، ولا مش ولا حاجة خدوها منك، ولا أي ما تكونش هجومك وإصرارك على هجوم الشيخ عامل لك إيه الشيخ الشعراوي. طبعا هي القصة أصلا مش موضوع الشيخ الشعراوي بس، يعني مع إبراهيم عيسى. هو إبراهيم عيسى عنده كذا حاجات كده عاوز إيه الناس متعلقة بها تعلق شديد. يعني هو ليه ما يركز مثلا على الشيخ الشعراوي؟ ما في 20,000 شيخ بيقول نفس كلام الشيخ الشعراوي، وكتب مليانة في المكاتب على النت وفي كل حتة بتقول نفس كلام الشيخ الشعراوي، وهو حق. يعني كلام الشيخ الشعراوي هو مش بيقول راجل حاجة من عنده يعني. وبعدين ضامن انه هو الشيخ الشعراوي مات، لانه الشيخ الشعراوي لو عاش ما كانش يقدر ابراهيم عيسى يقول الكلام ده، لكنه كان هيديله على راسه بالحجه. يعني مش يديله راسه طار، لا ده بالحجه انه هو هيخليه حتى ما يطلعش من بيتهم. ولكن ابراهيم عيسى عنده البخاري، امام البخاري، كتاب البخاري، مع انه برضه في احاديث في كتب مليانه كتير قوي نفس احاديث البخاري هي، بس لا هو بالنسبه له البخاري، الشيخ الشعراوي، السني. يعني لما يجي يتكلم لك مثلا على حاجه في المذاهب الاخرى اللي هي غير السنيه، يتكلم بألفة كده وحنان وعاوز تجيب له 2 ليمون وهو ما يتكلم يعني. لكن لا تيجي على السنه والناس اللي هي ما تتكلم في الحق، لا ده لانه الناس تعلقت بالحاجات اللي هي ما يحاربها ابراهيم عيسى. يعني ابراهيم عيسى لو قاعد يقول 20 سنة لقدامه هو كان غيره اشطر، هو واسلام البحير والغمني وناس كثير قوي، لكن لم يفلحوا ولن يفلحوا، لانه رب العالمين معاي يجدد الدين باشخاص، ودي مذكورة يعني في السنة، وعشان ما مش حافظ الحديث، ما يجدد للناس دينه. فرب العالمين هو اللي مسخره، هو اللي جعل حب الناس في قلوب الناس، الحب في قلوب الناس لهذا الشخص لانه صادق، فالناس صدقته. وانت ما تعاند، يعني انت ما تعاند ربنا يا ابراهيم عيسى، يعني انت هتعاند ربنا انت يا ابن الحلال ما فيش فايده. والله لو قعدت تحكي من هنا الى يوم القيامه ما حدش هيصدقك. هيصدقوك الجماعه اللي هم ايه على نفس الشاكل، لكن الناس اللي عارفه دينها وعارفه وهي ملتزمه بالدين. اصل الدين مش جيش، يعني مش انت ربنا هيديك جائزه الجنه ونعيمها واللي قال عليه القران والسنه، النعيم ده كله عشان انت تجي في الدنيا تعمل على هواك؟ لا، طب ما انا لا امتحان. هو اصلا انت لما تخش امتحان ويدوك امتحان ويدوك السنه كلها مثلا تذاكر وتشد وما تنامش الليل عشان في الاخر تنجح وتطلع دكتور، تطلع مهندس، تطلع صيدلي. ها؟ كذلك المؤمن هو ربنا عامل له قيود وعامل له طريق يمشي عليه، هتمشي على الطريق ديتي هتخش الجنة ونعيمه. لا هتمشي على هواك وتجعل دينك على هواك وعلى مزاجك وتعمل اللي انت عايز تعمله. يبقى ايه الفرق بين الراجل اللي التزم بدينه والراجل اللي مقضيه؟ لا طبعا يا حج ابراهيم عيسى الشيخ الشعراوي تاج على رؤوسنا، رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه واجره من النار واجعل ما قدم في ميزان حسناته وتجاوز عن سيئاته يا رب. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فزد في سيئاته. استغفر الله العظيم، الله لخبطنا في الدعاء يا رب. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. رحم الله الشيخ الشعراوي ورحم كل ائمتنا ومشايخنا اللي هم تاج على رؤوسنا رغم أنف إبراهيم عيسى ومن هم على شاكلته.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا بالشيخ الشعراوي في الجنة مع حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونجتمع. وتصدق أنا في أحيانا تجيني علي لحظات أن أنا مستني يوم القيامة ده يقوم عشان أشوف الحاجات اللي مستنيه بس. أسأل الله يلا، السلام عليكم.